سأعود يوسف إلى الخبر العاجل، واعتبار المنتخب المغربي منتصرا في نهائي كأس أفريقيا. التوقيت غريب طبعا، الإجراءات غريبة، أحداث المباراة النهائية كنا فيها معا غريبة، كل شيء في هذه البطولة غريب إلى هذه اللحظة. طبعا محمد، لأن الأحداث اللي شاهدناها وعشناها في الملعب كانت أحداث مؤسفة جدا. أنا في اعتقادي أن كان من المفروض أن يطبق القانون على أرضية الملعب، لأن عندما غادر المنتخب السنغالي وانسحب من المباراة كان يطبق القانون. وأنا حتى في الحكم كان صفروا أنها المباراة، لكن جاءته تعليمات أن ينتظر 10 دقائق. القانون واضح أن أي فريق ينسحب من أرضية الملعب يعتبر خاسر، المفروض كانت تطبق، لكن جاء متأخرا. لقب صحيح أنه منح المغرب، لكن بدون أي طعم يا محمد، بدون أي طعم. دائما هذه الفوضى الموجودة في الاتحاد الإفريقي وهذه اللامسؤولية بعض المسؤولين، أظن يجب أن ينظف الاتحاد الإفريقي من هذه الاشياء التي راحه اضرت بالكره الافريقيه. البطوله على مستوى الملاعب، على المستوى الفني كانت عاليه جدا، ناجحه منظمه بشكل ممتاز جدا، لكن للاسف كما قلت دائما هم الاشخاص، دائما الاشخاص، خصوصا في الاشخاص الذين يتخذون القرارات. كان المفروض كما قلت دائما هذه الاشياء، كان المغرب كان دائما يصر على الاستئناف وعلى تطبيق القانون بحرف الاظافر، لكن كما قلت جاء متاخر بدون اي طعم. لا أدري المغاربة، حتى كل المغاربة أظن يشاطرون نفس الرأي، لأن رغم أنه يمنحون اللقب لكن ليس لديه الطعم كما كان سيكون لو طبق القانون على أرضية الملعب. كابتن سامي، رأيك، شاركت في هذه البطولة مدربا للمنتخب التونسي وخرجت معه من الدور الثاني. هو من المؤسف معناتها باش تصير أحداث كما هكا في الفاينل، معناتها بعد عرس كروي كبير، معناتها بطولة أفريقيا أفريقيا، معناتها حسب حدث كبير معناتها، والمفروض ما نشوفوش حركات واشياء كما هيك. انا بالنسبه لي الاشكال الكبير قاعد مازال في افريقيا هو على مستوى التحكيم، والقرارات المفروض تتخذ على مستوى التحكيم، ولا اختيار الحكام اللي يديروا المباريات حتى على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي. معناتها هذا ثم خلل وثم تراجع كبير لمستوى التحكيم في افريقيا، وما يسبب العديد من الاشكاليات. لكن تتفق مع من يرى بانها كانت بطوله مثاليه من ناحيه تنظيميه، وانت الذي شاركت في البطوله؟ كانت الاكثر من رائعه معناتها، على المستوى التنظيمي كانت بطوله رائعه ورائعه جدا، منشآت موجوده في المغرب على طراز عالي وعلى مستوى عالي جدا. البطوله كانت في فتره كبيره معناتها تحت الامطار. السلبيات الوحيده احداث المباراه النهائيه. السلبيه الوحيده هي المباراه النهائيه، المباراه كانت تحت الامطار معناتها، جل المباريات لم نلاحظ اللي كونه ثم خلل على المستوى. هنا كان صفر نهايه مباراه الحكم، ثم جاته تعليمات عن ينتظر بعض الشيء. هو للاسف اللي كونه معناتها في بعض الاحيان القرارات نتاع الحكام تدخل فيها معناتها بعض الاطراف. الاتحاد الافريقي مره اخرى معناتها نشوفوا معناتها ونعود للاعبين منتخب السنغال. طيب كابتن وائل، بطل افريقيا 3 مرات، كنت مدير منتخب مصر في النسخه الماضيه، رايك؟ يعني طبعا انا بتفق مع الكباتن في ان اسوأ عنصر في منظومه الكوره في افريقيا هو الحكام يا محمد، والتوازنات اللي بتحصل، كل فريق بيلعب على ارضه بيستفيد من الشيء ده بصراحه. بس 2006 فزتوا بدرعكم، يعني كله بيستفيد، كله بيستفيد، كله بيستفيد، كله بيستفيد سواء على الانديه وعلى المنتخبات. انا مش هدخل في تفاصيل البطوله. انتوا استفدتوا 3 نسخ تستفيدون من الحكام. فين اللي استفدنا؟ 2006 2008 و2008 و2010. 2006 استفدتوا وانت استفدت يا يوسف. كل الانديه المنتخبات اللي بتلعب، احنا بالعكس احنا ما استفدناش، احنا بالعكس احنا خربوا علينا الفاينل، عارف انت؟ كان مش هدخل في تفاصيل يا يوسف، بس انا بقول لك اسوأ عنصر في المنظومه هو الحكام وكله بيستفيد انديه ومنتخبات يا يوسف. الاتحاد هم كله بيستفيد انديه ومنتخبات. شوف، هناك حسابات، هناك صراعات بين الناس في الاتحاد الافريقي، فساد كبير داخل اروقه الاتحاد الافريقي. ليس هناك نظام، وليس هناك قوانين يعتمد عليها. ما فيش عداله يا يوسف. طبعا ما هو ما فيش عداله. طيب ما فيش عداله، وكل واحد بيقدر يستفيد. طيب يعني تتفق مع كابتن سامي بان التحكيم هو النقطه السلبيه في اسوأ نقطه في القاره الافريقيه، كل الناس بتستفيد منه يا محمد، اللي يقدر يستفيد منه بيستفيد. هو اسوأ منظومه في اسوأ عنصر في المنظومه الرياضيه. كاسطوره تتمنى العداله في كره القدم. طبعا انا مش عايز اكسب ظلم، انا مش عايز اكسب ظلم. لو الموضوع اتحسن للمغرب، كل المباركه المغرب على اللي اتعمل والتنظيم والشكل الجمالي الممتاز
كلنا بنبارك للمغرب ونبقى فرحانين شوف، للمغرب. احنا مش قلت لك بارك لنا ما تباركش لنا، احنا مش عاوزين هذا الكاس اساسا بهالطريقه هذه، احنا مش عاوزينها. لكن اتكلم لك انا على انا بتكلم بصفه عامه يا يوسف، بغض النظر عن انا بتكلم بصفه عامه. لا انت قلت استفدتوا من النهائي. لا انا بقول لك كل الدول والمنتخبات اللي على ارضها بتستفيد يا احنا يوسف. ضرنا بالعكس. انا ما قلتش ان المغرب استفاد من الحكم. لا كنت انت استفدت واحنا ضرنا تحكيم. وانت استفدت يا يوسف وانا ما استفدتش لوحدي. ايش استفدنا احنا منه؟ ايش استفدنا؟ انا مش هراجع معاك قرارات تحكيميه يا يوسف. احنا ايش استفدنا؟ مش هستفاد. انا بتكلم بصفه عامه. انا بتكلم بصفه عامه. كابتن وائل لا ما قلتش انت استفدت. لا كله بيستفيد على ارضه يا يوسف. لا احنا في لعبنا احنا ارض كابتن يوسف بريطانيا. كابتن يوسف شيبو كابتن يوسف شيبو ليله 29 رمضان نعود لدوري ابطال اوروبا، نترك ما حدث في كاس افريقيا بحلوه ومره. هو انت خدت الكلام على نفسك. وممكن تكملون نقاشكم بعد الاستوديو. نعود للشامبيونز ليج. لا انت بتقول لي انتوا خدتوا 3 مرات. لا عيب يا يوسف تقول كده. لا عيب تقول لي خدت 3 مرات كده. انت لما تقول لي لا انا خصيتك انت. لا يا محمد الكلمه دي ما تعديش يا محمد. بس بتخلونا الكلمه دي ما تعديش بتخلونا برضه. نندم طرحنا الموضوع في الشامبيونز ليج. نعود